النهارده تم استكمال أعمال إزالات المحلات اللي موجودة في حرم مسار مترو أبو قير، والمرحلة دي كانت خاصة بإزالة المحلات اللي موجودة في الظهرية عند سور المترو، واللي موجودة عند سوق الظهرية ومزلقان سينما ليلى وحتى محطة بكوس. أعمال الإزالة بتتم بمعرفة هيئة السكك الحديدية وبمساعدة شركة الشرف لأعمال الهدم والإزالة. كان تم إزالة مباني في حرم مسار مترو أبو قير قبل كده على عدة مراحل، وكان آخرهم الإزالات اللي تمت في منطقة سيدي بشر ومحلات فيكتوريا في شارع ملك حفني، واللي نقلناها لحضراتكم من كام يوم. ومعروف ان الازالات دي بتتم علشان يتم استكمال اعمال مترو ابو قير، واللي ممكن وجود المحلات دي تعيق تنفيذ بعض الاعمال، ويمكن علشان كده اتاخرت الازالات في بعض المناطق لوجود اعمال كان بيتم تنفيذها داخل المسار. ومعروف برضو ان اغلب مسار ابو قير هيكون علوي، والمنطقه اللي بيتم فيها الازالات النهارده واللي تم فيها قبل كده كمان مسارها علوي. ومع الإزالات اللي بتتم حاليا هيتم فتح الناحية البحرية على الناحية القبلية من خلال محور ملك حفني، واللي هيكون بعدد كبير من الحارات في الاتجاهين، مع الاستفادة بمساحة الشارع اللي موجودة حاليا ومساحة سكة قطار أبو قير واللي كان عليها القضبان، بالإضافة لمساحة المحلات اللي بيتم إزالتها حاليا. وخصوصا إن المسار العلوي لمترو أبو قير على عمود أحادي بجزيرة رصيف صغير، وده بيوفر مساحة أكتر. مترو أبو قير هو المشروع الأهم حاليا في محافظة اسكندرية، وده مش بس علشان بيوفر وسيلة نقل جماعية نظيفة سهلة وآمنة، كمان علشان هيحل أزمات مرورية كتير من خلال توفير وسيلة النقل الجماعية دي بشكل مطور عن قطار أبو قير ومفهوم السكك الحديدية. كمان هيوفر محور وشوارع ومساحات تمشي عليها وسائل النقل التانية. كل يوم بيكون في تطور في أعمال المترو، سواء على مستوى تجهيزات المسار سواء السطحي أو العلوي، وصول جزء من القضبان واللي هتكون سكة المترو وجودها في منطقة أبو قير، كمان الإزالات اللي بتتم دلوقتي علشان تسهل تنفيذ باقي الأعمال. تطورات كتيرة وسريعة في المشروع الأهم في المحافظة الساحلية. كمان الأعمال ممتدة سواء في مزلقان زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، أو داخل المسار، أو كمان في موقع محطة زي اللي باينة قدام حضراتكم دلوقتي. وبالنسبة لأصحاب المحلات، ربنا إن شاء الله هيعوضهم ويسهل لهم الحال. وما تنسوش مبادرتنا يلا نساعد بعض، واللي بنساعد فيها أصحاب المحلات اللي بينقلوا لأماكن جديدة إننا ننشر أماكنهم وعناوينهم الجديدة علشان عملائهم يعرفوا الأماكن اللي نقلوا ليها. تابعوا معانا كل جديد في اسكندرية لما تشرفونا بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، القناة المهتمة بكل ما يشغل بال الشارع السكندري. وما تنسوش زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.